منتخب مغربي مرعب. شنو هو مرعب؟ يخوف بالاسماء بالارقام اولا الساعه باش من خاطر الوقت قاعد يداهم فينا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين، ديما تلقاهم يلعبوا في فرق عالميه كبيره. نحكيو على جيل نتاع عزيز بودربيله، ونحكيو على تيمومي كريم والتيمومي، ثم نمشيو نليبد وقت الجيل هذاك مصطفى حاج حاج وبصير ثم نمشيو الاجيال توا بونو الاجيال هذه كلها رغم التميز نتاعها ما خلاتش بصمه في كره قدم مغربيه، ما هزتش لقب كبير. عليه؟ لانه الملاحظين الكل يقولوا المغرب عنده فريق، عنده فرديات محترمه برشا، لكن ما عندوش فريق. وقت اللي المنتخب المغربي عمل فريق والاسماء الكبيره دي اندمجت في روح المجموعه، تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تالق تالق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام هكا ولا بقي، وعنده الاحترام. بعد البيرفورمانس الكبيره نتاع كاس العالم صار التراجع، وكانت نكسه كبيره في كاس افريقيا. رغم هذا الكل استرجع المنتخب المغربي الاشعاع نتاعو والقوه نتاعو. كان نحبوا الاسماء والقيمه التسويقيه للمنتخب المغربي. ما نحكيوش على المستوى الافريقي، خليني نهزك لبعيد على المستوى الاوروبي. يتفوق على بعض المنتخبات الأوروبية الكبيرة كقيمة تسويقية للاعبين. كي نقول لك أنا أشرف حكيمي بركة 60 مليون يورو هكا، كي نقول لك إبراهيم دياز اللي اختار المنتخب المغربي، وهنا قوة الاتحادية المغربية لكرة قدم وكيفية إقناع اللاعبين هذوما. أخيرا فما دوفولي باش نخدم بها وباش ما نطولش برشا لانه الموضوع طويل ياسر. المغرب تخدم في القاعده نتاعها على مستوى الشبان نتاعها داخل المغرب، ولكن كذلك تشتغل الدبلوماسيه الرياضيه على مستوى الاقناع خارج المغرب. الخزان المغربي للاعبين اللي ينشطوا خارج حدود الوطن هو خزان كبير وكبير ياسر. ورغم الاغراءات الكبيره من منتخبات عالميه، فانه المنتخب المغربي ومسؤولين قدروا انه يقنعوا لاعبين بانهم يكونوا اخرتها اللي سجل ثنائيه اللاعب امل من امال حب عليه الياس بن صغير هذاك سيدي خويا ربح برشلونه وحده جمعتين التالي مع موناكو. هذاك كان ابرز لاعب امام برشلونه وما ادراك. سمير، النقطة اللي أثارتها أنت مهمة جدا، هي الدبلوماسية الرياضية. تعرف وزن المغرب في الكاف، وفوزي لكجع الرجل القوي داخل أسوار الكاف. المغرب تعتبر تير داكوي باللغة الفرنسية لكل المنتخبات اللي ما عندهاش ملاعب مؤهلة لتيران اللي ماهمش هومولوجاسيون، ماهمش هومولوجي في كرة القدم الإفريقية. دونك تستقبل كل المنتخبات. شكون توا نسجل على منوال المغرب؟ كوت ديفوار تير داكوي دي بيي سون ستاد هومولوجي. الكوت ديفوار عندها 6 ملاعب هومولوجي في كرة القدم الإفريقية. تونس عندها ملعب وحيد هو ملعب حمادي العقربي في رادس، وملعب فيه نقائص وعيوب كبيرة لا يليق لا بالمنتخب الوطني التونسي لا بالأندية التونسية. باش نرمي الكرة البكي كنت تحب على مستوى الدبلوماسية الرياضية، واحنا داخلين على انتخابات الكاف في مارس. حاليا بكي عنده الكواليس، أنا مؤكد طبعا مش نحكيو في أكثر تفاصيل. أنه المغرب حاليا في معناها سياسة قوة وضعف وكذا وعركة كبيرة ياسر، وتدفع بمرشح آخر. صحيح. التموقع الرياضي الافريقي، والمغرب هنا باش تلعب دور رئيسي وكبير ياسر في اللعبة هذه الانتخابية اللي باش تصير في مارس.